عدينا اليومين اللي فاتوا في رمضان والإنتاجية بتاعتنا زيرو، لا مننا قطعناها عبادة ولا مننا كملنا مذاكرة وشغل. فوالله الفيديو ده ليك هنقول لك على جدول مش عارف أظبط مذاكرتي. طيب انت ليه ما بتذاكرش؟ ما أنا مش عندي طاقة. أنا كنت والله بقعد على الكتاب بحلة محشي ورك بطة، دلوقتي فين الطاقة؟ صايم. طيب أكيد طبعا مقطعها عبادة، قيام ليل وأذكار وقرآن. لا والله. ليه لا والله؟ ما انت ما بتذاكرش. ما انا طول النهار في دروس، اطلع من الدرس اروح درس، اطلع من درس اروح درس، في المحاضرات ورايا شغل، مش فاضي انا للقيام الليل. فلا مني لحق دنيا ولا مني لحق اخره منك لله. ده عنوان الفيديو بتاعنا النهارده. معاكم ايمان سكر، ويلا نبدا. بص يا صديقي العزيز، اول حاجه كده، احنا عندنا اليوم في رمضان بيتقسم لاربع مراحل، اربع فترات تقسيمه ربانيه. اول فتره معانا الا وهي فتره بعد الفجر. طبعا انت خلاص اتسحرت وصليت وقاعد دلوقتي بعد الفجر. طيب بعد الفجر لحد الساعة 9 انت بتكون عندك طاقة كبيرة جدا، لان زي ما قلت لك انت لسه واكل، انت واكل وشارب وكل الدنيا تمام معاك. فانت عندك بعد الفجر لحد مثلا وليكن الساعة 9 او الساعة 10، ده المفروض تطلع فيه الحاجات الصعبة. يعني انت عندك مذاكرة، تبدأ بالدروس الصعبة، تبدأ بالمادة الصعبة بالنسبة لك، لان ده وقت تركيزك في رمضان. فانت هتقعد تذاكر اصعب جزء عندك، لو رياضة مثلا تقعد تحل الاسئلة، تيجي اصعب حاجة. طيب يبقى انت خلاص عرفنا نعمل ايه، هنبدأ بأصعب جزء. طب بالنسبة للأذكار والعبادات، بعد الفجر والله 10 دقايق قراءة قرآن، 10 دقايق قول أذكار الصباح بتاعتك، ما تعملش منك أكتر من كده. أن تأتي بأي حاجة أحسن من أنت متأتيش بحاجة خالص. الحكمة أن تأتي، تعالى بأي حاجة، تعالى بالقليل. تمام والله، عرفت تزود كان بها، ما عرفتش يبقى أنت جيت بحاجة. يبقى دي أول فترة معانا اللي احنا هنبدأ فيها ايه؟ بالصعب. بعدها جت الساعة 9، والله عايز تريح تنام شوية نام، عايز تعمل حركة، شوف بقى انت بتحب تعمل ايه، اعتبر وقت فري يعني. طيب تاني فترة معانا، الفترة التانية معانا اللي هي لحد الساعة مثلا 2 أو 3. دي فترة ايه؟ والله دي فترة اللي انا رايح دروسي، اللي انا في شغلي، اللي انا في جامعتي، الحياة العملية، حياة المرمطة. فخلاص اصلا الانتاجية بتقل، ولكن دي الفترة دي لازما هشتغل فيها، لازما هكون متواجد جسديا فيها. تمام، اللي هو بتمرمط فيها، طالع عيني فيها. ففي الفترة دي والله انت هتحاول بقدر الامكان تركز في الحاجة اللي انت بتعملها. عرفت كده بقى، ما عرفتش لا يكلف الله نفسا الا وسعها، معروفه يعني يا صديقي. طيب طب انا هعمل ايه بالنسبه للعبادات فيها؟ والله لو انت عندك وقت فاضي، مثلا مواصلات، تقعد تستغفر، تطلع مصحفك في المواصلات في الفواصل. انت طبعا في الدرس حاول تدي تركيزك للمدرس. فده وقت خليه وقت العملي بس، ما تشغلش نفسك بحاجة تانية. زي ما قلت لك، لو انت عايز تقرأ قرآن او اذكار، ده في الفواصل، رايح جاي حاطط الايربودز في ودانك تسمع، وانت رايح وانت جاي، هكذا مش اكتر من كده. تالت فترة معانا وهي الفترة الأصعب على الإطلاق، اللي هي من الساعة 3 لحد المغرب، لحد الساعة 6، لحد الساعة 7. المهم اللي هي فترة قبل الفطار. فترة قبل الفطار دي خلاص نشاطنا فيها قل تماما، بنبقى محتاجين اللي احنا نفطر، اللي احنا ناكل، اللي احنا نعيد الطاقة دي. طيب دي أعمل فيها ايه؟ الفترة دي زي ما احنا مثال الطالب اللي احنا بنتكلم عليه، لو انت طالب فانت هتخطط التو دو ليست بتاعتك كده لليوم التاني فيها. طيب هعمل ايه تاني؟ انت بعد الفطار في فترة تانية هنتكلم عليها دلوقتي، تجهز. مثلا قول مثلا انت هتذاكر احياء، تجيب درس الاحياء، يعني ما تفهموش، ما تحفظوش، ما تبذلش مجهود فيه، انا عايزاك بس تقعد تقراه كده، تشوف الدرس بيتكلم عن ايه. تمام، بس تقرأ قرآن، أذكار بقى، أذكار كتير كتير كتير، لأنك أنت مش هتقدر تعمل حاجة تانية. يعني على الأغلب مش هتقدر تعمل حاجة، أنت خلاص طاقتك خلصت. فدي الفترة رقم 3 معانا، فاللي احنا بنعمله فيها اللي احنا أذكار، قرآن، قراءة، كلها حاجات خفيفة جدا. تمام، لحد ما تفطر الحمد لله، ونيجي لآخر فترة معانا اللي هي فترة بعد الفطار وقبل السحور، اللي هي الفترة اللي بعد الايه؟
الفطار خلاص فطرنا. طيب دي انا بعمل ايه؟ والله انا اكلت فهبط، معروف هننام. طبعا احنا بناكل، بنحلي، بنشرب عصير، بنحلي، بناكل، نشرب عصير، بنحلي، مقضينها كده، ما بنفصلش. فانت طبيعي مش هتقدر تعمل حاجة. فانت خليك في الفترة دي رجاء كل، مش عارفة يعني بقول لكم رجاء، ما بعملش كده، بس يعني لو لم ينصح الناس إلا ما من يعمل بنصحه ونصح الناس أحد. هنحاول. المفروض اللي احنا بناكل في الفترة دي حاجات بسيطة واحدة واحدة عشان نقدر اللي احنا لو هنعمل حاجة نعملها. فانت لو كلت كتير خلاص الفترة دي راحت عليك عامة. طيب هتروح تصلي التراويح، فلا خلاص تمام، يعني مش عشان انت بتعمل السيل انت في ثانوية عامة، فمش عشان انت في ثانوية عامة مش هتصلي التراويح يا عم والحاجات الحلوة دي، لا هتروح تصلي التراويح وهتيجي. ممكن اللي انت بس تقعد تريح نص ساعة تلت ساعة، شوف بقى هتنامها، هتقعد انت اصلا اوريدي فصلت كتير قوي. بعد كده لحد بقى الساعة قبل السحور بالظبط، لحد الساعة 12 كده ولا حاجة، بتجيب مثلا المواد اللي ايه اللي بتتفهم، زي مثلا الانجليزي، زي مثلا الرياضة، وتبدأ تحل. تمام، لانك انت خدت طاقة تانية بس مش زي الطاقة بتاعت الصبح، طاقة فيها هبط شوية. وبعد كده تنام لحد السحور، تصحى تتصحى وترجع تنام، تصحى تصلي الفجر وتبدأ اليوم من أول وجديد. ده طبعا المفروض بيكون أفضل جدول لرمضان، واللي بيمشي بالجدول ده بتبقى الإنتاجية بتاعته عالية جدا. ويعني كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. والله الواحد لما يبقى عنده حاجة مهمة، يعني أنا أما بيبقى عندي حاجة مهمة بحب أصوم. ليه؟ عشان لا أفكر في أكل ولا أفكر في شرب، وأبقى قاعدة مركزة الحاجة اللي أنا بعملها بس يا شباب، كده الفيديو بتاعنا وصلنا للنهاية. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.